يقصد فيها باراك انه اللامركزيه انه غير مجديه، وانه هاي اساس يحصل الثورات في روسيا. وكانوا اليهود في كل دول روسيا تقريبا لها يعني ايد كبيره جدا، لانه هن كانوا يمولوا الثورات. بعدها بريطانيا، ومن بعدها حصل في ليتوانيا وكرواتيا واوكرانيا انه ما يكون نفس الدول تبقى وتكون لا مركزيه. يعني انت بتشوف هذول بيطالبوا بالفدراليه والثانيين بيفضلوا، هذا كله هراء وكلام فارغ، هذا ما بدهم اياه. وهكذا طبعا زرع اسرائيل بالمنطقه واعطاء اليهود دوله كان هو الهدف منه ايضا انه كل الشعوب العربيه بدها تصير متعلقه بقضيه فلسطين. طيب خرج امبارح وقال لك اللامركزيه يعني ما له حل في سوريا، واساسا الولايات المتحده الامريكيه ضد المركزيه، يعني بتقول دائما انه المركزيه هي انظمه ديكتاتوريه وانظمه ما يعني هي ضد الصين كنظام مركزي، ضد روسيا كنظام مركزي، ضد كل دول العالم اللي هي تقريبا دول مركزيه. فخرج امبارح وقال لك اللامركزيه ما أنا مفيدة في سوريا. شو بيقصد فيها باراك؟ أنه اللامركزية أنه غير مجدية، وأنه هاي أساسا الدول هاي بالأساس هي قبائل وشعوب وقوميات وطوائف ومختلفين عن بعضهم بشكل كبير. واضحة جدا أنه هو عم يمهد وعم يعطي إشارة، هو التقسيم. طيب فكرة التقسيم هي فكرة ما جديدة، هي فكرة ما جديدة، يعني كلياتنا بنعرف أنه سايكس بيكو لم تنتهي. هلا بده يسألني واحد شلون؟ بقول لك نعم، سايكس بيكو مشروع طويل الأمد، ليس مشروع لمرحلة معينة وينتهي فيه وتقسم. واللي حصل بالحرب العالمية الأولى واللي انهارت فيها امبراطوريات كبيرة جدا مثل الامبراطورية الروسية والامبراطورية الهنغارية وقتها، اللي كانت سبب إشعال الحرب العالمية الأولى بلا أساس لما اغتالوا ولي العهد الهنغاري في سراييفو واشتعلت الحرب العالمية. لكن سبب الحرب العالمية ما كان انه اغتيال ولي العهد الهنغاري، لا، كان في احتقان كبير جدا بالعالم، وكان لابد من حروب لحتى ترجع وتتغير الخرائط. نعم، النمساوية والهنغارية كانوا واحد عزيزي. ولي العهد النمساوي الهنغاري اغتالوه على يد واحد صربي في سراييفو. لكن المسألة الحرب العالمية الأولى ما اشتعلت بسبب اغتيال، كانت الشرارة اللي انطلقت في الحرب العالمية الأولى. هنغاريا يعني المجر، نعم، يعني المجر بالعربي. على كل كان الاحتقان شديد، كان لابد من حرب عالمية كبيرة جدا لحتى تحدد الخرائط وخرائط السيطرة بذاك الوقت. وكانت كل الامبراطوريات واقفة مقابل بعض تنتظر إشارة إطلاق النار من أي جهة كانت لحتى تدخل في حروب. يعني انتهت الدولة العثمانية، انتهت دور الدولة الروسية أو الإمبراطورية الروسية وقتها، وصارت الثورة البلشفية، انتهت الإمبراطورية النمساوية الهنغارية، وقوى عديدة جدا دخلت في حروب. كانت بريطانيا رأس المحرك للحرب هذه كلياتها. طبعا وسقطت الإمبراطورية أيضا، الرايخ الألمانية أيضا في تلك الحرب. طبعا هون الدولة العثمانية اتخذت قرار بأنها توقف مع ألمانيا إلى النهاية، فدفعت ثمن كبير جدا، وتم تقسيمها بدعم الثورات اللي حصلت في ضمن الدولة العثمانية، وعلى رأسها الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين، وانطلقت للتقسيم
طبعا هنا في نقطة مهمة للغاية بدي أحكيها وهامة للغاية. وعد بلفور إمتى طلع؟ وعد بلفور إمتى طلع؟ ما حدا كتب. 1917. 1917. وإسرائيل أعلنت إمتى؟ 1948. طيب وعد بلفور بالأساس هو شو كان؟ ما كان وعد وزير خارجية، يعني مو شغلة واحد يوعد وكذا وانتهى، لا، هي كانت صفقة كبيرة جدا مع الصهيونية العالمية اللي قبلت أنه تمول الحرب العالمية الأولى. هي أساسا قبل الحرب العالمية الأولى، لكن أعلن في عام 1917. ووقتها كانوا المرابين العالميين وعلى رأسهم روتشيلد كان مسيطر على كل بنوك العالم، فطلبوا من روتشيلد أنه يمول الحرب العالمية لبريطانيا، أنه ما قادرة بريطانيا وحدها أنه من دون تمويل أنه تدخل الحرب. طلب منهم روتشيلد الصهيونية العالمية، طلب منهم ووعد أنه ينشأوا دولة إسرائيلية في فلسطين. وقتها كان حقيقة ما كان في شيء اسمه إسرائيل، كانت فلسطين. وقبلها أساسا المرابين العالميين وروتشيلد وغيره كانوا يهيئوا مع السلطنة العثمانية كتير، اشتروا أراضي كذا، زبطوا الوضع وبرطلوا عبد الحميد الثاني وأخذوا أراضي كتير واشتروها من الفلسطينيين أصحاب الأرض وقتها، وكانوا يجهزوا للمشروع. هلا هذا ما حديثي، حديثي عن سايكس بيكو. طبعا هنا كمان كان بيخافوا البريطانيين انه يحصل ثورات في روسيا، وكانوا اليهود في كل دول روسيا تقريبا لها يعني ايد كبيره جدا، لانه هن كانوا يمولوا الثورات اللي بتحصل. فطلبوا البريطانيين منهم انه ما يمولوا الثوره الموجوده في روسيا حاليا الى ان تنتهي الحرب. طبعا هون وافقوا المرابين العالمين على هذا الموضوع، وكمان طلبوا منهم البريطانيين انه لازم تدخل الولايات المتحده الامريكيه الحرب. فالامريكان كانت قوه صاعده، بس ما كانت قطب عالمي، وكان من المهم جدا هاي القوه الصاعده بالنسبه لبريطانيا انه تدخل الحرب معهم كحليف. وكانوا المرابيين مسيطرين على الولايات المتحده الامريكيه بشكل كبير بوقتها، والبنوك والبنك المركزي تبعها. فضمنوا لهم انه راح ندخل امريكا بالحرب، لكن متاخر، لأن دخلت أمريكا في الحرب وحسمت الحرب وتحولت بعدها إلى قطب. وبعد الحرب العالمية الأولى بدأ تقسيم العالم، وعلى رأسه طبعا هنا اللي بيهمنا الشرق الأوسط. وليش بيسموه الشرق الأوسط الجديد؟ كلمة الشرق الأوسط الجديد هي كلمة قديمة من قبل عام 1917، وهذاك الوقت كان يسموه الشرق الأوسط الجديد، اللي قسموه التقسيمة اللي حاليا عم نشوفها حاليا. لكن المشروع كان أنه نحن ندعم دولة مثل إسرائيل، نعمل دولة مثل إسرائيل في المنطقة. فقطعنا العرب قسمين، عرب أفريقيا قطعناهم عن عرب آسيا، لحتى يضمنوا أنه العرب ما بيتحدوا مع بعض ضدهم. وكان الهدف سياسي بالنسبة لبريطانيا، الهدف سياسي. لكن كان في شغلة واحدة بس، أنه بريطانيا كانت إفنجليشية، يعني من الكنيسة الإنجيلية القديمة، واللي هي بتشوف أنه من الواجب الديني أيضا أنه تدعم إسرائيل، لأنه هم كمان يعتقدون بالعهد القديم اللي هو التوراة، فلازم أنه تهيئة الأرض فلسطين للمسيح المنتظر اللي هن بينتظروه واليهود بينتظروه أيضا، لكن كل واحد برواية مختلفة تماما عن الآخر. فأعطاهم إيش؟ أعطاهم شرعية، لأنه الكنيسة أيضا وافقت على هذا المسألة، فأعطاهم قوة وشرعية للإنجليز لحتى يعطوا وعد بلفور، للمرابين العالميين واللي بيحصل فيها الموضوع. لكن هدف بريطانيا كان بالأساس هو هدف سياسي. أول شيء أنا بسوي إسرائيل، بسيطر على المعابر المائية القريبة، خصوصا ما يخص شرق المتوسط، وأيضا أقطع أوصال الدول العربية اللي موجودة في آسيا وأفريقيا، وما يستطيعوا أن يتحدوا مع بعضهم ضد الخرائط الجديدة اللي حصلت.
وأهم نقطة، بريطانيا وضعت يدها على قناة السويس وقتها، فكان من الضروري أنه يكون في قوة مثل إسرائيل قريبة من قناة السويس تحمي الأساطيل البريطانية اللي بدها تيجي من الهند، واللي بدها تيجي من الصين، واللي بدها تدخل إلى قناة السويس ومنها إلى أوروبا. وهذا الهدف أيضا اللي مهم إنشاء إسرائيل بسببه. طبعا كمان كان راح يشيل عبء على بريطانيا. ليش؟ لأنه كل المرابين العالميين والبنوك والكذا وهاي راح يدعموا إسرائيل، فيخف الدعم. ما محتاجة بريطانيا وقتها بأي مكان أنه تعمل دول وتمول دول تانية وتمول حركات موجودة في الشرق الأوسط، باعتبار هدول بيستطيعوا أن يمولوا نفسهم وبيكونوا لهم حلفاء. فقسمت المنطقة على أساس الشرق الأوسط الجديد هذاك الوقت. هذا كلمة الشرق الأوسط الجديد ما جديدة، هذاك هو نفسه الشرق الأوسط الجديد اللي كانت خططوا له بسايكس بيكو. طبعا هون المنافسة ما بين فرنسا وبريطانيا بالمنطقة كلياتها، سوى عدل الخرائط، شيء لهون وشيء لهونيك، وعمل فلسطين وعمل الأردن وعمل سوريا هاي اللي شايفينها نحن، وقسم قسم منها وعطالها تركيا مرة تانية بشان مصالح وهكذا، وطلت الخريطة هاي على أساس أنه يتم تعديلها. لكن الخرائط بالأساس مرسومة، المعابر اللي بنتحدث فيها من هذاك الوقت مو من هلا. لكن شو اللي حصل؟ أنه جاءت الثورة البلشفية في روسيا، واضطر أنه الموضوع الخرائط تبقى بسبب الحرب الباردة اللي كانت موجودة ما بينهم ما بين الاتحاد السوفيتي. طبعا هون الدول القومية اللي حصلت في الشرق الأوسط اشتد عودها نوعا ما، فأصبح أنه ليست مسألة أنه نحن نسقط الاتحاد السوفيتي مباشرة يتقسم الشرق بشكل سريع، لا، لأنه هلا الشعوب هاي كلياتها فهموها أنه هاي أوطانكم، هاي حدودكم. يعني الأردني صار يدافع عن الأردن ويستميت على حدود الأردن اللي عملوها الإنجليز بشخطة قلم بسيطة، والسوري كذا واللبناني كذا، وكله نفس المبدأ نهائيا. وطلعت الأحزاب القومية وقتها في تركيا وقادت حرب التحرير ضد اليونان وأثبتت نفسها أمام البريطانيين، فنظروا عليها بريطانيا قالوا لك دولة كبيرة مثل هاي وقريبة من الاتحاد السوفيتي، وهو الجسر اللي موجود ما بيننا وما بين الشرق، وهو الجسر ما بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، ونفس الوقت هو اللي راح يكون الجسر اللي يوصل ما بين البحر المتوسط والبحر الأسود. فدولة مثل هاي إذا إحنا استطعنا أنه نسيطر على الحكومة فيها، مع أنهم أقلية كدولة، يعني نسيطر فيها على الحكومة فيها، ومو مهم خلي يعطوا طابع قومي بالنسبة لهم، فهذا راح يفيدنا كتير قدام الاتحاد السوفيتي بالحرب الباردة اللي قادمة ما بينه وما بين الاتحاد السوفيتي، ونعملها حليف إلنا. وبالفعل دعموا تركيا، وعلى رأسهم حكومة الاتحاد والترقي القومية بالأساس اللي انبثق منها كمال أتاتورك، وأثبت نفسه أمام الحرب، وجبروا اليونان أنه ينسحب، لأنه اليونان وصل إلى الأنقرة بعد الحرب العالمية الأولى، وجبر التحالف الدولي اليونان بالانسحاب. فانسحبت اليونان من كل الأراضي اللي احتلتها عدا الجزر، عدا بعض الجزر، وطلعت حتى من إزمير، وطلعت من اسطنبول. وبعدين حصل التغيير الديموغرافي اللي موجود، وتبادلت الحكومة التركية مع اليونان الأتراك الموجودين في الطرف الآخر، وتبادلت اليونانيين اللي موجودين كان في الطرف التركي، وهكذا صارت دولة تركيا وبطابع قومي اللي شايفينه احنا حاليا الموجود. طبعا مشروع الشرق الأوسط الجديد مثل ما قلت لكم هو مشروع القديم، لكن ينتظرون نضج إسرائيل. كانوا ينتظرون نضج إسرائيل، أنه إسرائيل أول شيء كان أكبر تحدي أمام الإسرائيليين هو إقناع اليهود بالهجرة إلى إسرائيل. ليش؟ لأنه أساسا بالديانة اليهودية كان مرفوض أي تجمع لليهود في دولة. ليش؟ لأنه يقول لك هذا نص إلهي، وإذا تجمع اليهود مرة تانية ممكن يصير فناء بالنسبة لهم، وهذا يغضب الرب.
فغضب الرب يؤدي إلى كوارث ومذابح. فلذلك كان من الصعب إقناع اليهود بشكل كبير أنه يهاجروا إلى إسرائيل. شو اللي حصل؟ هون المفاجأة الكبرى. بدي ألمح تلميح لأنه هذا له عواقب قانونية. صارت الحرب العالمية الثانية قبل إعلان إسرائيل طبعا عام 1939، وقامت ألمانيا النازية باضطهاد اليهود اللي موجودين في ألمانيا. نعم، وتم إحراق 6 مليون يهودي حسب التقديرات والوثائق اللي موجودة تقريبا. بس قبلها كان في أيضا اضطهاد لليهود بشكل كبير في جميع الدول. بدأ في إسبانيا أول شيء محاكم التفتيش، وبعدها بريطانيا، ومن بعدها حصل في ليتوانيا وكرواتيا وأوكرانيا وبولونيا. وبعدين انتقل بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت في صحف عديدة جدا اللي بتشتغل بالتهيج ضد اليهود. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، وهي متابعة شخصية، تلك الصحف كانت ملك مين؟ طبعا احنا بنعرف بريطانيا دعمت أو أعطت وعد بالفور للحركة الصهيونية مقابل أنه يشتغلوا ضمن الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه آلة الإعلام كلياتها ملكهم سواء في أوروبا ولا في أمريكا. فإعلاميا بيشتغلوا مشان يساعدوا مين؟ يساعدوا بريطانيا ويضغطوا على الرأي العام الأمريكي أنه يقبلوا في حال أمريكا قبلت أنه تدخل الحرب. فالآلة الإعلامية كانت تعمل وتهيج ضد اليهود أيضا اللي موجودين في ألمانيا. هنا الآلة الإعلامية النازية. أنا ما حكيت شيء تاني. فاشتغلوا على هذا الموضوع لما حصلت المجازر ضد اليهود في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. كثير من اليهود بدأوا بالهروب إلى فلسطين، اللي اشتروا أراضي كثير فيها ومن الدولة العثمانية ومن أصحاب الأراضي، وكانوا مجهزينها وبلشوا هناك بتحصل في أوروبا. من كل أنحاء أوروبا بلشوا المهاجرين اليهود يهاجروا إلى إسرائيل. القسم طبعا في قسم راح على أمريكا، قسم كذا، بس القسم اللي ما كان يقبل إنه يجتمع مع اليهود في دولة إسرائيل راح لأمريكا. وهذول كانوا أغلبيتهم زناقيل. لكن الفقراء والكذا والهربانين من شو بيسموها هاي تبعية المحتجزات، مكان احتجازهم، كانوا هربانين منا أو هربوا إلى دول أوروبية مجاورة، قاموا وجابوهم على إسرائيل كلياتهم شوي شوي. وبعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية تم إقناع اليهود الإشكناز اللي موجودين في أوروبا الشرقية أغلبيتهم كمان أنه يجوا على إسرائيل، لأنه خلاص قالوا لك أنه كل المجازر اللي حصلت وكذا، على الأقل يكون عندنا وطن نحن نجتمع فيه ويحمينا. فبدأ بدعم إسرائيل شوي شوي، وعرفانا أنه بدأت تكون الدول العربية المجاورة إلها والدول الإسلامية كلها راح تكون عدو إلها. وإسرائيل هي بدأت تيجي بالمرحلة الثانية اللي بتكون راح تكون جزء من تكملة الشرق الأوسط الجديد، جزء من تكملة الشرق الأوسط الجديد، لحتى نوصل للمرحلة اللي احنا حاليا موجودين فيها وشايفين انه إسرائيل أصبحت شرطي الشرق الأوسط، وهي اللي الآن تنظم وتضرب هنا وتضرب إيران وتضرب بالعراق وتضرب باليمن وتضرب بلبنان وتضرب بسوريا وتتوسع كما تشاء. نعم، هاي الخطة موضوعة من الأول مو مو جديدة. هو نفس المشروع اللي قبل عام 1917 اللي اسمه الشرق الأوسط الجديد، لكن له كمالة، كان لازم يكملوه. هلا فكرة مين راح أقولها بعدين.
فكرة مين هاي الأمور كلياتها راح أقولها بعدين. هي فكرة الناس يعني ما انذكرت. المهم اللي شايفينه أنتم هو نفسه مشروع قبل عام 1917، يعني ما هو مشروع جديد. اللي بيظن انه والله هلا جايين بدهم يقسموا تركيا، وبدهم يقسموا ايران، وبدهم يقسموا العراق، وبدهم يقسموا سوريا وكذا وكذا، وهذا جديد المشروع بسبب المعابر وكذا، هذا بيكون انسان جاهل وما يفقه بالسياسه شيء نهائيا. هذا مشروع ال100 عام اللي قبل، وهذا المشروع اللي عم بيستكملوه بالاساس. وكمالته عم ببلشوا فيه. انتهى دور تركيا، بقول لكم اياه بكل وضوح. نعم، انتهى دور تركيا لل100 عام اللي فات، ولا ما بقى يحتاجوها ابدا. وايران ايضا انتهى وقتها، وعم بيجهزوا لها طبعا. ممكن مش قد تاخذ وقت، هذا ما بعرف، بدهم ايضا من الداخل ومن الخارج. وايضا تنتهي دول كبيره جدا اخرى راح تكون مثل الجزائر، مثل مصر، مثل غيرها كمان. هذا كمان بده يجي التقسيمات الحديثة الابديت اللي راح يصل لكل المنطقة كلها. ما في أي دولة مستثنى، حتى المملكة العربية السعودية. حتى المملكة العربية السعودية هي جزء من المشروع القادم على المنطقة. شوفوا، أنا بدي أجيب على الوضع اللي إحنا فيه وعلى باراك الحديث يتحدثوا. باراك عندما يقول أنه اللامركزية غير مجدي، هو يتحدث عن مشروع الشرق الأوسط الجديد اللي قديم. بالأساس الخطة أنه ما يكون نفس الدول تبقى وتكون لا مركزية. يعني أنت بتشوف هذول بيطالبوا بالفيدرالية والثانيين بيفضلوا، هذا كله هراء وكلام فارغ. هذا ما بدهم إياه. بدهم حرفيا تقسيم المنطقة. وليش أنا قبل 4 سنوات بطلع وبتحدث عن التقسيم، ما بتحدث عن الفيدرالية ولا الحكم الذاتي ولا البطيخ مبسمر وكذا؟ لأني عرفان المشروع بالأساس، المشروع القديم الجديد. هو الاسم بيخدع. ليش بيخدع؟ لأنه بذاك الوقت لما كانت الإمبراطوريات كلها موجودة قبل الحرب العالمية، كان موضوع مشروع الشرق الأوسط الجديد، كان هيك اسمه. فأنت بتظن أنه هو مشروع جديد لأنه اسمه شرق الأوسط الجديد، لكن هذا من 100 سنة كان اسمه شرق الأوسط الجديد، ما نو جديد. فاللي بيظن أنه والله بده يصير خلاف ما بين إسرائيل وأمريكا وبده يصير كذا، لا 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 لا، أنت غلطان جدا. أصلا هم بيحضروا كل شيء لإسرائيل: السلاح، التغطية السياسية، لعبة الشيطان اللي بيلعبها باراك، وبيروح بيدق سفين هون وبيدق سفين هونيك وكذا، وبيورط أحمد الشرع بيقول له روح السويداء، لك خلاص صار اتفاق بيناتكم في أذربيجان وكذا. والإسرائيليين بالاتفاق بأذربيجان بالمحادثات بيّنوا لأحمد الشرع وحكومته إنه ما نون مهتمين كتير بالدروس. وحقيقة هاي حقيقة إنه ما نون مهتمين، إنه ما بدهم منطقة عازلة، منطقة آمنة وكذا، وما عندنا مشكلة، بدنا ننسحب على 74 ويجي اليونيفيل وكذا وهاي. فخدعوا أحمد الشرع وحكومته، وتركيا حتى عليهم على رأسه. فشو اللي صار؟ اجى باراك وسوس له، قال له أبو الشباب أبو حميد، قال له إسرائيل خلاص ما لها شغل بالدروز وكذا وهاي، تفضل حضرتك اهجر. وهي الحقيقة. هو تورط، طلع أبو حميد بعد كم يوم وهاي، والله ورطوني مثل الأهبل. ورطوك لأنك ما بتفهم بالسياسة الدولية شو اللي عم بيصير، ما بتعرفوا شو هي المشاريع القادمة. ليش بيجيبوا رؤساء أغبياء للمنطقة كلياتها؟ ليش بيجيبوا حمير؟ طبعا لازمهم الحمير، ما بيجيبوا لك ناس فهمانة وعبقرية، ما بيجيبوا لك هدول، بدهم الحمير هي اللي بتحكم. وهذا هو المطلوب، مشان يدفشوه مثل ما بدهم ويوقعوه مثل ما بدهم. ليش الحمار الثاني صدام حسين ما وقعوه بفخ الكويت؟ أساسا عندما دخل صدام حسين الكويت عام 1990 كانت أول مرحلة لتطبيق الشرق الأوسط الجديد. فجابوا لك حمير، هذا اللي بيرفع السيف وهلا هلا وأبو العرب وكذا وهاي، كلياتهم كانوا نفس الشيء. جابوا جمال عبد الناصر القومي اللي تحدى الدنيا كلياته، وجمع العرب كلياته وسقطوه
بكل سهولة. وهكذا. طبعا زرع إسرائيل بالمنطقة وإعطاء اليهود دولة كان هو الهدف منه أيضا أنه كل الشعوب العربية بدها تصير متعلقة بقضية فلسطين. هون بيدعم الرؤساء العرب الحمير اللي جابوها، اللي هو كل من يقوم وبده يحرر فلسطين كشعارات. هون الشعوب العربية بدها تصفق له كلياتها وتوقف معه. فأفضل رئيس عربي بنظر الشعوب العربية مين هو؟ أكثر واحد بيهتف باسم فلسطين. أكثر واحد بيهتف باسم فلسطين كان يعتبر هذا الرئيس العربي الأفضل بين الجميع. شفتوا أنتم حافظ أسد فلسطين وفلسطين فلسطين وفلسطين، وصدام حسين بده يغزو الكويت ويلف الكرة الأرضية مشان يروح على القدس. صح ولا لا؟ كان بده يدخل الكويت وبعدين على المملكة العربية السعودية وبعدين يلف يروح على إسرائيل. هذا كله. حتى تركيا تستخدم مسألة فلسطين لخداع الشعوب الإسلامية. نفس الشيء تماما. أردوغان مصدعنا من يوم اللي إجا وهو ضد إسرائيل وبده القدس وبده غزة وبده كذا، ومع أنه هو أول ما استلم أول واحد راح بارك للإسرائيليين بعاصمتهم القدس، وأخذ وسام ما عطته لأي واحد غير يهودي إسرائيل، الوحيد اللي أخذه أردوغان. فكل الرؤساء اللي انوضعوا خدعوا الشعوب العربية كلياتها، وهم كانوا كلياتهم حمير، حطوهم الاستعمار البريطاني والفرنسي حقيقة. وحتى في روايات صدرت وذات مصداقية كبيرة جدا ونشرت في ويكيليكس بزماناتها أنه عبد الناصر كان يهودي بالأصل، وحاليا السيسي أمه يهودية. كله معروف أنه أمه يهودية ومن حارة اليهود في مصر. أساسا اليهود ما بيعترفون بأبوك نهائيا، المهم أمك تكون يهودية. كمال أتاتورك كانت يهودية من سالونيكي. مين كمان بدكم؟ أمه لأردوغان جورجية، نعم، من أصول يهودية، صح. مين بدكم؟ طلعوا لي واحد من كل الرؤساء العرب اللي ما من هذاك الأصل. ياسر عرفات زوجته يهودية. ياسر عرفات زوجته. المهم هلا ما بدنا ندخل بدولة وكل واحد بده يكتب لي اسم دولة وكذا وهاي، بس الكل على هذه الشكل. بيت الأسد طبعا، بيت الأسد من يهود أصفهان، وهاجروا إلى خانقين، ومن خانقين جابوهم ودعوا أنهم علوية، وهذا معروف يهود الدومينة اللي بيغيروا دائما دينهم، اليهود اللي بيغيروا دائما أمام العامة دينهم ويبطنون الدين الحقيقي من دون حتى تعاليم، لأنه مسموح له. في الدين اليهودي مسموح لك أنت تدعي أنك بديانة من ديانة أخرى، وحتى لو ما صليت صلاة اليهود، حتى لو ما رحت على الكنيسة، حتى لو ما قمت بالشعائر اليهودية، تعفى منها. وهذا مو موضوعنا، بدنا نرجع للموضوع الأساسي. فكل تصريحات باراك حاليا ما هي إلا تصريحات لاستكمال مشروع الشرق الأوسط الجديد القديم اللي بده يمشي على المنطقة كلياتها. طبعا الأغبياء السياسيين ما عم بيفهموا، كثير من الأغبياء السياسيين اللي موجودين بالأساس ما عم بيفهموا على هاي. وأساسا كل السياسيين بكل مكان حطوهم من الأغبياء حقيقة بقول لكم إياه. كل الرؤساء، كل المنظمات، كل الأمور كذا حطوهم من الناس اللي ما بتفهموا ولا شيء. وهذا المخطط اللي ماشي حاليا هو المخطط اللي راح يستمر. يعني أنا بعطيكم هلا المستقبل الآن. أنا حسب تصوري، وهذا رأيي الشخصي، أنه كسوريا
هلا رح ينسحب البساط من أحمد الشرع، وأعتقد بالشهر الثاني رح ينسحب منه بساط بشكل كامل، هو وأردوغان حتى، مشان تعرفوا. من هون للشهر الثاني، ليش قبل فترة كنت أقول لكم استنوا للشهر الثاني، وهي أول مرة بقولها. أعتقد من هون رويدا رويدا سيتم سحب البساط من أحمد الشرع بشكل نهائي، وإنه هو رئيس المؤقت الطارئ انتهى دوره بالنسبة لهم. ما عنده مشكلة يحطوا رئيس طارئ لمرحلة معينة، وبعدين ينتهي الموضوع هذا كلياته وينقلبوا عليه. بعطيكم أمثلة، مثلا بعطيكم مثال. قبل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان كان حامد خرزاي قاعد مع بايدن بأسبوع واحد، ووعدوا بايدن انه يا خرزاي نحن رح نعطيك دعم عسكري اكثر، ورح نساعدك اكثر، ونوقف معك اكثر، وروح انت على افغانستان، ونحن رح نصير نحارب حركة طالبان اللي شدت على كرزاي كتير. كانوا متفقين من تحت لتحت مع حركة طالبان انه هم رح ينسحبوا، وتركوا القوات الافغانية وكرزاي نفسه كمان كلياتهم، لانه فشل اساسا كرزاي، فشل اساسا كرزاي، لانه هو بالاساس صار عالة على الولايات المتحدة الامريكية، لا جيشه بيحارب ولا بيحقق اهدافه ولا مفيد هو. فجابوا لك طالبان، قالوا لك طالبان بكره نستفيد منها، نستكمل الشرق الاوسط القديم الجديد في باكستان وايران. بدهم يحتاجوا حركة طالبان مشان تدخل لباكستان وتنهي المشروع الصيني، وتصير حرب ما بين باكستان وافغانستان. وهذا مهمة حركة طالبان، وبدها تجي على إيران من قبل سنة ونص سنتين. ما صار مشكلة على النهر، والأفغان جهزوا حالهم بدهم يضربوا إيران ويفوتوا، حتى صاروا يتمسخروا على الإيرانيين وكذا. وقوة طالبان حركة قوية جدا، ورجعوهم الأمريكان، قالوا لهم استنوا انتم استعجلتوا، ما قلنا لكم هذول لنا حمير، هذول جحاش. فهموا انه اجى وقتهم، قاموا راحوا الأمريكان رجعوهم لورا، قالوا استنوا شوي، مو هلا، احنا قدامنا لسه كم سنة. فخروج الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان هي شو؟ وترك كل الأسلحة وراها، 85 مليار دولار من كل أنواع وأشكال الأسلحة تركتها الولايات المتحدة الأمريكية خلفها لحركة طالبان وخرجت. هلا لما بيطلع توم باراك وبيقول لك انه المنطقة هي كلها شعوب وقبائل وكذا، واساسا كل اللي موجود فيها تم تقسيمه بشكل غلط وغير منصف، وانا ضد المشاريع الاستعمارية اللي حصلت في هذه المنطقة. وبعدين يجي لك بعد فترة بشو بيقول لك لا مركزية غير مجدية في هذه الدول كلياتها، وعلى الشعوب هاي هي تقرر مصيرها الموجود، والولايات المتحدة ما تتدخل. شو معنى هذا الكلام؟ هذا معنى الكلام انه اتركوا الشعوب هاي تتقاتل مع بعضها، خلوا هاي الشعوب كلها تتقاتل مع بعضها، واللي بيقدر على الثاني وكذا، وهاي بيكون هو بالشرق الأوسط الجديد. وهاي هي الخطة كلياتها. يعني هلا راح يقولوا لتركيا ما تتدخلي، وبيقولوا لإيران ما تتدخلي، وبيقولوا للعراق مثلا لا تتدخلي إذا صار في سوريا طبعا، وراح يقولوا نفس الشيء إذا صار في العراق. وهون الكل بده يتقاتل، الكل بده يتقاتل، وبعدين اللي بيقدر للثاني بتصير إله. وهي حقيقة راح تصير. يعني التغيير الديموغرافي اللي حصل خلال 100 عام اللي فات، ومناطق كتير تغيرت فيها ديموغرافيتها، هاي راح ترجع بالدم لأصحابها مرة تانية. وهي حقيقة، هاي بيسموها الفوضى اللي راح تجتاح الشرق. إذا ما حصل فوضى هاي كلياتها، طبعا هو الفوضى المسيطر عليها، يعني مو يصير بالعراق وبإيران وبتركيا وبسوريا وبكل مكان بنفس الوقت، لا ما بيسووها. هاي ما بيسووها، هاي بينتقلوا من منطقة لمنطقة،
يعني بيسووها في سوريا، بيخلصوا من سوريا بيروحوا على لبنان مثلا. طبعا ممكن لبنان أو العراق، بعدين بيروحوا على منطقة تانية، بيخلصوا منطقة لحتى تكون تحت السيطرة، لحتى الفوضى اللي بتصير بتكون هي تحت السيطرة. وهلا راح يقول لك ترامب مثلا بالطريقة هاي ما اتفقوا قسد واحمد الشرع، وهاي بيقول لك نو، بيقول لك خليهم معناته يتقاتلوا هن بين بعض وكذا، ممنوع حدا يتدخل تاني ولا نشوف. فهمت علي شو هيك بالطريقة هاي؟ يعني لن تتدخل تركيا بالحرب القادمة، ولن يتدخل التحالف الدولي، احنا وهدول مع بعض. واللي بيقدر للتاني طبعا مع تفوق القوة لقسد حقيقة، هاي كمان بتضل على شجاعة المقاتل هنا. والسويداء نفس الشيء، بس نتنياهو ما راح يسمح نوعا ما. ونتنياهو هو أساسا رأس مشروع التقسيم اللي راح تقوده في سوريا. على فكرة أعطيكم مثال، وهلا هون أنا ما بنتقص من حدا، لكن أتحدث باللغة السياسية وبتحدث بالفعل اللي حصل. لولا نتنياهو لكان الأخوة في السويداء اتفقوا مع الحكومة الموجودة، لأنه صار عدة لقاءات بيناتهم وخلاص وبدهم يوافقوا تقريبا وكذا وهاي. لولا تدخل إسرائيل وبقوة وإرسال رسائل إلى السويداء وقتها أنه تراجعوا عن كل الاتفاقات ونحن معاكم وكذا، وكان في شك عند الأخوة بالسويداء أنه إسرائيل توقف معهم ولا ما توقف معهم، وهي بأكد عليه. وأنا مستعد أقولها عند الأخوة الدروز كمان، لأنه هاي سياسة ومن حقهم، من حقهم، لأنه الأحزاب القومية العربية عملت في السويداء بشكل كبير جدا، وفي كتير منه كان ضد إسرائيل، وكمان عندهم شكوك انه يا اخي والله نروح نعمل هيك بخاف ننقتل. طيب اذا نعمل هيك كمان راح ننقتل. فإلى ما اخذوا تطمين من اسرائيل واضح وصريح وضمانات، لحتى الاخوه السويداء اخذوا هذا الموقف القوي جدا هذا اللي موجود. الامريكان ما بيهم شعوب، البريطانيين ما بيهم شعوب عزيزي، يعني ينقتل اهل السويداء، ينقتل اهل الاخوه العلويين، ينقتل الكرد، هذول ما بيهم هذا الشيء. المهم بالنسبه لهم مين انتصر اخر شيء. برجع بكرر الكلام هذا. بالبداية حصلت عدة لقاءات مع الأخوة في السويداء، وكانوا بمفاوضات مع حكومة دمشق، وأعتقد أنه ما حدا يقدر يقول لا هذا الكلام غير صحيح، لأنه هذا ذكر بالإعلام وذكر بكل مكان وكذا وهاي. بعدين صار شبه اتفاقيات بدها تصير وكذا وهاي. إسرائيل تدخلت على الخط وأعطت ضمانات للأخوة في السويداء وسحبتهم إلى طرف، وهم كمان أنا معاهم بهذا الشيء على فكرة، أنا بأيدهم، لأنه هاي الحكومة الموجودة هي حكومة إرهابية، حكومة داعشية، يعني كلنا بنعرف هذا الكلام وهذا حقيقة. اللي بيطلع بيقول غير هذا الكلام أهبل وحمار وما بيفهم ولا شيء. ليش؟ هو كله نفس الفكر، تنظيم القاعدة. والفكر هذا إذا حملته ما بتتركه. أنا بعطيكم مثال، طلع امبارح أحمد الشرع وقال لك أنا 20 سنة قاتلت بشرف. أعطيكم أحد مبادئ تنظيم القاعدة. تنظيم قاعدة إذا ما قطعت 3 رؤوس ما بتصير أمير. تخيلوا، أمير ما بتصير أمير. يعني قطعت رأس ممكن تصير حاكم أو والي بيسموها. تقطع رأس ثانية ترتفع مرتبة، تقطع ثالث بتصير أمير. ليش كنتوا تشوفوا فيديوهات الدواعش أغلبيتهم هم يقطعوا الروس بعد ما يقتلوا الواحد ويرفعوا راسه؟ مين بيعرف هذا؟ ليش؟ هذا كان إثبات لتنظيمه أنه أنا قطعت رأس، وهذا بمبدأهم. نعم إثبات. وكانت تتهرب هاي الصور كتير، وهاي الصور كانت تتسرب بعدين مشان يوثق أنه أنا قتلت رأس. فكيف أنت صرت زعيم وأمير في تنظيم القاعدة سواء كنت جبهة النصر وكذا وهاي، وأنت بتطلع بتقول أنا 20 سنة كنت أحارب بس كنت ما أذيت حدا نهائيا؟ هذا الكلام كذب، هذا الكلام كله كذب. كل رأس بيرفعوا، نعم بيرفعوا رتب. فإذا ما توصل لزعيم التنظيم كلياته كم رأس بدك؟ كم رأس بدك؟
ما بعرف هاي التقسيمات السرية بيناتهم هاي، لكن أنا متأكد من هذا الكلام. وتفوتوا على صفحات الجهاديين اللي موجودة في الإنترنت المظلم، وراح تشوفوا المبادئ هاي كلها موجودة عندهم. احنا هنا نتحدث عن قطع الرؤوس اللي هي بترفعك مرتبة، ما عم نتحدث عن المسائل الثانية. فأحمد الشرع هو حالة طارئة، واستخدموا فقط لحتى يقسموا المنطقة كلياتها. وأنا أعتقد أن المرحلة قربت للشهر الثاني بالكثير، إذا مو قبل كمان، إذا مو قبل. طبعا سيتم توريط الكتائب التركية اللي موجودة، والمحرقة قادمة. شلون بده يكون؟ طبعا أنا ماني نبي، هذا كله تحليل سياسي، ما بعرف خفايا الموضوع شلون بده يصير وكذا. في ناس بتظن انه بعلم الغيب، لا ما بعلم الغيب، بسبب انه كثير الكلام اللي حكيته حصل. فالناس بتظن انه هذا والله يا بيعلم الغيب يا يشتغل مع مخابرات يا كذا. لا، حتى المخابرات ما بتعرف الشغلات هاي، حتى المخابرات ما بتعرف الشغلات هاي، ولا اي جهة مخابراتية. فما بعرف. هلا كثير منه بده يسالني بعدين يطلع شو بده يصير بفلان مكان، شو بده، مين بده يهجم على مين اول شيء، مين بده يصير كذا، الحرب هلا ولا بعد بكره ولا امبارح ولا شلون. ما بعرف، هاي ما بعرف. انا بعطيك القالب الاساسي من التحليل العسكري والسياسي والاقتصادي في المنطقه كلياتها. بس شلون بده يصير وشلون بدهم يطبقوه انا ماني معاهم. ما بعرف، لكن الخطه ماشيه بهذا الاتجاه، وما في غير هذا الموضوع. هلا توم باراك عم بيجهز لنتنياهو القاعدة للضربة القادمة. هل سنشاهد في لبنان؟ هل سنشاهد في سوريا؟ اليوم الجيش الإسرائيلي أعلن بكل وضوح أنه تأهب الكامل لأي معركة مفاجأة ممكن تحصل. كانوا بيتهيئوا لضرب لبنان وأعطوا حزب الله مهلة ل 31 الشهر، هذا اللي احنا فيه. ذهب توم باراك إلى العراق وحذر العراقيين، قال لهم أي تدخل في سوريا أو في العراق إذا ضربنا أو ضربت إسرائيل له عواقب وخيمة جدا، ولازم أنتم كمان تبلشوا تحطوا الحشد الشعبي في قوام الإرهاب. طلع السوداني حطوا في قوام الإرهاب، بعد ساعة اضطر أنه يسحب كلامه بعد ما راح باراك. وكثير ما لاحظ هاي، كثير ما لاحظ هاي وما حكى عليها. باراك كان في العراق لما أعلن السوداني ووضع الحشد الشعبي وحزب الله في قوام الإرهاب. باراك تحرك إلى مطار بغداد، بده يطلع من هونيك. سوداني ألغى القرار،